واش بصح دفعة ابريل من الدعم الاجتماعي المباشر بدات كدوز ولا غير كذوب؟ وعلاش الناس اللي عندهم ديون في الضمان الاجتماعي باقي ما توصلوش بوالو؟ اليوم غادي نعطيكم التفاصيل الكامله، غادي نعطيكم التفاصيل اللي كل شيء مخبيه عليكم فيما يخص الدعم الاجتماعي المباشر. بالنسبه للمعطيات الاخيره والجديد اللي كاين حاليا، فعدد من المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر راح توصلوا بدفعه ابريل من الدعم الاجتماعي المباشر في المنصه ديال ASD. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شكون الناس اللي توصلوا بدفعة ابريل في المنصة ديال الدعم الاجتماعي المباشر، وشكون الناس اللي باقي ما توصلوش بهذه الدفعة، وكذلك غادي نشوفوا ان شاء الله امتى غادي تدوز هذه الدفعة للحسابات البنكية للناس. بالنسبة لأول حاجة، الناس اللي باقي ما مشتركين في القناة يشتركوا، فعلوا الجرس، دعموا بحال هذه المحتويات الهادفة، راه اي جديد كنحطو لكم في هذه القناة. جيم لهذا الفيديو وبارطاجيو ان شاء الله مع خوتكم باش يتعمل الافاده وكل شيء ان شاء الله يستافد. راه بالبارطاج ديالكم راه الناس كيتصلوا بهذا الفيديو، راه كاينين الناس اللي مهتمين بهذه الامور. وباش ما نطولش عليكم اخوتي وخواتاتي، بالنسبه لهذا الشيء اللي قلت في البدايه ديال هذا الفيديو، هو خلى مجموعه من الناس كيتسائلوا علاش فئه توصلت بالدعم والفئه ما باقي ما توصلاتش، وعلاش التاخير اللي كيكون في هذا الدعم الاجتماعي المباشر من بعض الفئات. بالنسبه لاول حاجه غادي نذكروا، بالنسبه للناس اللي توصلوا بها بالدفعه ديال ابريل، الناس اللي داز لهم المنصه، راه الناس اللي عندهم ديون ديال الضمان الاجتماعي. الناس اللي كتصل لهم لاسينيسيس راه داز لهم الدفعه المنصه، داز لهم المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، ولكن كتبقى معلقه تما في المنصه، ما كدوش لهم الحسابات البنكيه. علاش ما كدوش الحسابات البنكيه؟ خصهم يخلصوا الاشتراكات ديال التغطيه الصحيه. هاد الناس هما العمال غير الاجراء، وكذلك الناس اللي عندهم امو الشامل. هاد الناس راه توصلوا فعلا بالدفعه ديالهم في المنصه، ولكن باقي ما تصرفاتش لهم حتى يديو الاشتراكات ديالهم. خصهم يخلصوا الاشتراكات ديال التغطيه الصحيه، عادي ان شاء الله غادي تبدا تدوز لهم الحسابات البنكيه ان شاء الله. بالنسبه للناس الاخرين، الناس اللي ما عندهم حتى شي اشكال، الناس اللي الناس ديال المتضامن والناس اللي كيخلصوا الاشتراكات الشهريه وما عندهم حتى شي مشكل، راه بالنسبه لهذه الدفعه ان شاء الله غادي تدوز لكم المنصه ابتداء من يوم الاربعاء ان شاء الله 29 ابريل. غادي تبدا تدوز لكم المنصه، وغادي تدوز الحسابات البنكيه ان شاء الله نهار الخميس، يعني نهار الخميس 30 ابريل راه غادي تدوز لكم ان شاء الله الحسابات البنكيه، ولكن بشكل تدريجي كما معروف. راه كيدوزوا تدريجيا، يعني الفلوس كيدوزوا للناس عن طريق حسب الوكالات البنكيه، وكل بنكه امتى كتصرف هذا الدعم الاجتماعي المباشر. كاينين الناس اللي غادي ياخذوا ان شاء الله نهار الخميس في العشيه، كاينين الناس ان شاء الله اللي غادي تصرف لهم نهار الجمعه، وكاينين الناس اللي غادي يستافدوا من هذه الدفعه نهار الاثنين. يعني اخوتي واخواتاتي راه غادي تبدا ان شاء الله نهار الخميس. بالنسبه للناس اللي عندهم اشكالات يحطوا بحال في التعليق. الناس اللي عندهم اشكالات ديال الامو الشامل، المتضامن، الناس اللي يطلع لهم مؤشر، المهم كما معروف في القناه راه كنعطي الافادات للناس. يعني اي واحد دابا توصل بهذا الفيديو يبارطاجيه مع خوتو، وكذلك يطرح لي في التعليق السؤال ان شاء الله باش نستطيع نجاوب عليه. بالنسبه للدفعه كما قلنا ان شاء الله غادي تدوز نهار الخميس ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي عندهم اشكالات ديال التغطيه الصحيه، العمال الغير اجراء والناس ديال الامن الشامل، ان شاء الله خلصوا التغطيه الصحيه باش ان شاء الله تدوز لكم، باش ما تبقاش لكم في المنصه. راه كتبقى الناس في المنصه وما كدوز لهم الحسابات البنكيه، خصوصا هذه الفئه، الناس اللي مش منخرطين في التغطيه الصحيه، الناس اللي كيخلصوا كل شهر التغطيه الصحيه. اما بالنسبه للناس الاخرين، الناس العاديين، الناس ديال المتضامن، الناس اللي عندهم مؤشر قل من 9.33 وكيستافدوا من التغطيه الصحيه ديال المتضامن بالمجان، هاد الناس ان شاء الله غادي يدوز لكم ابتداء من يوم الخميس، وغادي تبدا تصرف ان شاء الله في الحسابات البنكيه حسب كل بنكه امتى غادي تدوز الفلوس. بالنسبه للناس اللي توصلوا بالدفعه ان شاء الله يكتبوها لي في التعاليق،
والناس اللي باقي ما اتصلوش بها يكتبوا هذا التعليق، باش ان شاء الله كل واحد يستفاد غير من التعليق غادي يديو الافاده ان شاء الله. ونتلاقاو في الفيديو القادم وبارطاجيو.